سناكس صحية للأطفال في الصيف وإزاي نخليهم يغيروا تفكيرهم من كده لكده. أول حاجة نختار الفاكهة والخضار الصغيرين اللي على قد إيدهم بالظبط. الحاجات الصغيرة بتخليهم ياكلوا أكتر من غير ما يزهقوا. تاني حاجة الحاجات المقرمشة سواء مخبوزة أو فواكه مجففة أو خضار مجفف، وعلشان أجسامهم بتفقد مية كتير في الفترة دي لازم نديلهم خضار وفاكهة فيهم مية كتير، ده غير العصاير اللي بتكون أسهل في إنهم ياخدوا الفيتامينز والمعادن اللي أجسامهم محتاجاها. ونغير في أنواع الفاكهة وألوانها علشان الفوايد تبقى أكتر. الفشار والذرة من أكتر الحاجات اللي بيحبوها وبيطلبوها فعلا. تجهيز الفاكهة والخضار لما تكون قدام عينيهم بيكونوا رايحين جايين ياكلوا منها. الأطفال بتحب الحاجات اللي بتتغمس فيستحسن نعملها لهم صحية في البيت. طبعا ما ننساش الجبن والألبان والزبادي كمصدر للبروتين، والمخبوزات والحلويات الطبيعية زي زبدة الفول السوداني وبالذات لو ما فيهاش أي مواد حافظة ولا سكر كتير ولا زيوت. قولولي الأطفال بيحبوا ياكلوا ايه في الفترة دي؟